نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر. التف الشعب حولها من البداية ودعمها، وقد جاء الوقت ليجني ثمرة هذا الجهد والكفاح والمثابرة. يا ترى أنا كمان هيدفعوا لي فلوس ولا هيضحكوا عليا؟ شركات عالميه من ابو ظبي، عندنا من قطر، عندنا من الصين، عندنا من المانيا، جايين غير اللي موجودين عندنا علشان مش عايز اقول يتخانقوا او يترجوا ان احنا ياخدوا مواني، ولكن يا فندم طالبين مواني وان شاء الله باذن الله طبعا يكون عندنا مركز تجاره عالميه ان شاء الله. عم انت هتجرسنا ولا ايه؟ قناه طول عمرنا بنتعامل معاها كام سفينه، كام فلوسها، دخلها، بس شكرين، سلام عليكم. عليكم السلام. بقالنا 200 سنه بنتعامل في الموضوع كده، النهارده لا، بقى التغيير في التعامل حتى مع منظومه هذه قناه السويس. سياده الرئيس بيتكلم على هنبدا ب 10 مليار من 100 مليار، سياده الرئيس يامل نوصل 300 400 مليار جنيه داخل هذا الصندوق عشان تقدر تصرف على مشروعات كبيره. هي واقفه على بعض كذب وضغط علينا. هو ده حجم الشغل البلد بتشتغل عليه، بلد بصه رؤيه لقدام، يقول لك رؤيه. رؤيه دي فين؟ السجن المدة بتتراوح من 4 ل 9 سنين، وده هيرجع لحسن تصرفها وسلوكها في السجن. موجوده، يبقى مفيش حاجه اسمها هنبيع القناه، لا، القناه ما حدش بيقرب منها. طب انا فعلا كده؟ والله كذاب يا خليل. مطمع، القناه مش مطمع، طبعا مطمع. طب وهي مطمع رايح ابيعها ولا بحافظ على القناه واكبرها؟ يا رب احرقها، هو واقف اهو، يا رب هو ده. محدش يتكلم على موضوع بيع البلد يا جماعه، ناس بتحافظ على كل شبر في البلد دي، كل شبر في البلد. مش رايحين يبيعوا ليه؟ عشان ايه؟ قناه السويس؟ يا نهار ابيض، يا نهار اسود، يا نهار اسود. هل القناه النهارده لما يتعمل هذا الصندوق، مشكلتنا في مصر عندنا ازمه مع الصناديق، ليه؟ بقى في ازمه ثقه في مساله الصناديق. لو عملت صندوق، طب هل النهارده هذا الصندوق لو ما اتعملش القناه مش هتمشي؟ ليه انت بقى؟ الصندوق ده يعني هات مشروع القانون واقعد اقرا مشروع القانون، هل القانون ده فيه ان انا ببيع القناه؟ لا، حاشا وماشا. المشروع بيتكلم عليه على صندوق. دي قناة السويس اللي عمرنا ما هنفرط فيها أبدا. القانون بقى بيقول إيه؟ هننشئ صندوق استثماري لهيئة قناة السويس اللي هي بتدير قناة السويس وبتملكها، اللي عمرنا ما هنفرط فيها أبدا. والصندوق ده بقى هو اللي ينفع نبيعه، نعمل بيه أسهم في البورصة وينفع نبيعه. إنما قناة السويس محدش هيفرط فيها أبدا. خد يا إياد، دي ملكك خلاص بقى على كده. بعنا صندوق قناة السويس، أن قناة السويس نفسها إيه؟ هل الحكومة تخالف الدستور؟ هل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب هيمرر أي قانون؟ مش ده مش ده مش ده مش ده مش ده مش ده أي قانون حتى لو ده مخالف للدستور. فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي